ضيفي الآن أعزائنا المتابعين سعودي هورس هو الأستاذ حمد بن عبد الرحمن العطية، رئيس الاتحاد القطري للفروسية. نرحب فيك أستاذ حمد معنا في سعودي هورس. يا مرحبا ومسهلا، شرفتونا في دولتكم الثانية قطر. شكرا لكم ولحسن ضيافتكم. بداية أستاذ حمد، ما شاء الله لاحظنا في بطولة قطر هالسنة في اختلاف وتميز عن البطولة اللي أقيمت السنة اللي راحت في نفس هذا الوقت، ما شاء الله من ناحية عدد الفرسان المشاركين وقوة الأسماء المشاركة، بالإضافة إلى تجهيزات هذه البطولة وعدد الحضور الجماهيري. ما الذي اختلف في تنظيم هذه البطولة عن السنة اللي راحت؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دائما نتمنى ان بطولاتنا تكون افضل فافضل كل سنة. نفس دول المجاورة، اخواننا المجاورين في المملكة العربية السعودية ما شاء الله بطولاتهم فوق الرائعة. فبالذات رياضة الفروسية عشان نعرف الجمهور فيها لازم نسوي لهم بعض الجوائز، حضور، الإعلام مهم، أنتم مهمين جدا وجودكم هنا، وهاي يساعدنا على احنا نطور دائما من سنة لأخرى. فعندنا أفكار كثيرة وإن شاء الله حاطينها في ترتيب معين، كل سنة نطلع بشيء جديد إن شاء الله. لاحظنا ما شاء الله في السنوات الأخيرة تطور في مستوى الفروسية القطرية بشكل كبير ما شاء الله، وظهور الفرسان الشباب. ما هو الهدف اللي يطمح له الفروسية القطرية؟ يعني ما هو الشيء اللي يريد أن يصل له الفارس القطري من خلال هذه التجهيز؟ شوف، التجهيز أكيد احنا نجهز الحين للوصول للأولمبياد. شيء مش سهل ولا هو بصعب. لازم تعد له إعداد طيب، لازم أنت عارف عالم الفروسية بعد في تطور، بالذات في الحصول على الجواد، الخيل هذه اللي في العالم، لازم تحصل على الخيل الطيبة. فلما تحصل عليها مش بسهولة أنت تأخذها، لأن غيرك بعد يبي يوصل للأولمبياد. فهذه خططنا الحين شغالين عليها. فرقتنا مثل المنتخب معسكر في هولندا مع يانتوبس، عندنا الفريق الثاني في تجهيز، بعد راح نعين له مدرب ان شاء الله جديد. الشباب الصغار نفس الشيء، المدرسه تتطور عندنا بعد مع تطور المنتخب. فاكيد نطمح وصولنا في الاخير لهدفنا وصول الاولمبياد، منصات تتويج. هذا هي. كل التوفيق لكم ان شاء الله، ما قصرت، مشكورين ونتمنى لكم التوفيق وما شاء الله منورين سعودي هورس. شكرا لك استاذ. هذا كان حديث الأستاذ حمد عبد الرحمن العطية، رئيس الاتحاد القطري للفروسية. سنعود لكم إن شاء الله بلقاءات أخرى. إلى اللقاء.